شوط ثاني لا يقدم فيه النصر أي أداء مقنع. الكرة إلى مالكوم ثم سالم ثم نيفيز، لمسات في وسط الميدان، محاولة على جهة اليمين تصل إلى ميشايل، محاولة بكرة عرضية خطيرة لمالكوم بالرأس، والثاني للزعيم مالكوم. جولاف يا مالكوم، الهدف الهلالي الثاني عن طريق مالكوم. كانت توحي بذلك هذه الدقائق أن الهلال قادر على أن يسجل الثاني في أي لحظة. الخطر كان يأتي من كل الأماكن، الهجوم من الأجنحة، من العمق، من كل الأماكن في الهلال، والنهاية كانت لمالكوم بعد عرضية ميشايل. رغم 5 مدافعين لا أحد هنا، تنظيم دفاعي سيء في النصر، عمل هجومي هائل في الهلال، ضربة رأسية رائعة لمالكوم. طبعا كانت صعبة ردة الفعل من جانب دافيد اوسبينا، ضربة واثنين وفرصة وثالثة ورابعة، إلى متى سيتحمل كل ذلك دافيد اوسبينا؟ كان من المتوقع أن تصل الكرة إلى الشباك، كان من المتوقع أن يصل هنا الهدف عطفا على الدقائق الماضية، على تراجع أداء النصر وعدم قيام لويس كاسترو بأي ردة فعل أو بأي تغيير. لكن سننتظر قبل أن تكون النتيجة 2-0 ما إذا كان في أي شيء في اللقطة الماضية. يواصل مالكوم تألقه. بالسلامة لعبد الله الخيبري، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. خيبري تعرض لإصابة في لقطة الهدف اللي كانت في الأصل من سيرجي. تشوفها مرة أخرى، التدخل اللي كان من سافيتش امام خيبري، وبالتالي استمرت الهجمه بعد ذلك. عرضيه ميشايل، ضربه راسيه لمالكوم، الهدف الثاني لمصلحه الهلال في هذه المباراه. ميشايل الثنائي البرازيلي مع مالكوم، تألق كبير جدا في هذه الفتره بالنسبه لميشايل، لكن مالكوم من بدايه الموسم الفرحه الهلاليه في هذه الاثناء، اجواء كبيره في المدرجات. الهدف الهلالي والتغييرات قادمه. كانو لودي على حساب ياسر الشهراني، والحمدان على ما اظن. سننتظر او سالم سننتظر، لا اظن سالم، اظن سيفكر في ابعاد الحمدان والاعتماد اكثر على مالكوم بلاعب قريب الى المرمى. التغييرات الهلاليه في هذه الاثناء، لودي بالفعل مثل ما توقعنا الحمدان سيكون او سيترك مكانه في هذه الدقائق. يدخل كنو في وسط الميدان، يحكم جيسوس السيطرة على الديربي، ويتفوق مرة أخرى على لويس